لو بتحبي الكسكسي ما بتعرفيش تعمليه، بعد الفيديو دي هتبقى محترفة فيه، وهقولك على سر يبقى خفيف وجميل معاكي. بصي الجمال والتحفة حلو قوي، هتعمليه وهتدعي لي فعلا، هتقولي الله تسلم ايدك يا ام نور. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتابعوا الفيديو للاخر، هتستفادوا منه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول كده، ونقول معانا ايه. معانا 2 كيلو من الدقيق، هننزل عليهم بمعلقه كبيره من البيكنج باودر، وهننزل كمان بمعلقتين خل زي ما انتم شايفين كده. ومعايا زي ما انتم شفتوا في الفيديو 3 كوبايات ميه من مج الشاي العادي، كوبايات من اللي بتاعه مج الشاي العادي. حطيت عليهم معلقه ملح كبيره. معلقه الملح كبيره يا بنات، مش كتير على 2 كيلو. انا معايا هنا 2 كيلو دقيق، ماشي؟ خليكم ايه معايا خطوه بخطوه كده. يبقى انا حطيت معلقه بيكنج باودر على 2 كيلو دقيق، ومعلقتين خل. وهنا معايا 3 كوبايات ميه من مج الشاي العادي، ودوبتهم كده بمعلقه ملح كبيره. وزي ما انتوا ايه واخدين بالكم كده انا بعمل في الفيديو ايه. هرش الاول كده، على ابتدي ارشرش كده على المبروم معاكم خطوه بخطوه فيه. إيه، وهقول لك تعملي ازاي بكل تفاصيله. إيه معلش الفيديو لو طويل شويه، بس تابعي الفيديو الاخر هتستفادي منه. بصي بقى انا بتني ايه، زي ما انت شايفه كده احط ميه. عايزه اختفي، اخلي الدقيق ده يختفي خالص. انا هنا ايه بحط كده بالكوز بس كده. كانت نور ايه صبت عليا وهي بتصور كده. بتصبي كده بالكوز كده، بترشرشي كده ايه، بتيجي حاطه كده ايه لحد ما تخليش معاكي دقيق خالص. احنا الاول كده لسه بنلم الدقيق نعمله كلاكيع كده، عشان خاطر احنا لسه ما برمناهوش. احنا كده المبروم يعني برمي فيه كتير. هقولك اهو كده انا بدأت ابرم فيه اهو بكل تفاصيله. اما بتخليه خالص ما تلاقيش قدامك دقيق، هنا ما فيش ولا حبايه دقيق قدامك، كلها عجين قدامك بس مش بتعملي عجين. بصي هنا انا بوريكي على ايدي ان ما فيش دقيق خالص تحت ايديا. بتبتدي تبرمي كده فيه. البرم ده يا بنات هو اللي بيخففه معاكم. طبعا انا مش هعمله بالمنخل، انا هعمله يعني بطريقه سهله جدا. يعني انا بسهل لك الطرق على قد ما تقدري ان انت تعمليه، وهيطلع معاكي ناجح جدا. ما تخلوش فيه دقيق، تخليه طري زي ما انت شايفاه قدامك كده. كل ما بيبقى ميته حلوه، كل ما بيبقى معاكي طري وجميل، وما بيخليكيش تزوري او اي حاجه. تاكليه بقى بشوربه، تاكليه بقى بسكر وسمنه كده ومكسرات، اللي يريحك كليه يعني الطريقه اللي تريحك كلي بيها. بس اهم حاجه ان انا ابرم فيه كويس كده. اتيني ابرم فيه لما يبقى معايا خلاص كده، ان انا لقيت ما عادش فيه دقيق خالص، اختفى الدقيق معايا. هتني اعمل كده. انا بوريكي كل الخطوات، بلف الصينيه بحالها، وحاولي يعني تحطي في الحاجه المبروم بالذات في حاجه واسعه، صينيه بقى، بوله، بس تكون واسعه شويه عشان تعرفي تبرمي فيها. هخلص برمي معاكم كده كده. انا وصلت النتيجه اللي انا عايزاها كده بقى، الجميل معايا ووصلني النتيجه اللي انا عايزاها. هعمله ازاي؟ هعمله في الكبه. هقولك تعملي ازاي في الكبه. مش هيبقى ناعم قوي يا ام نور، لا، ما انا هقولك دلوقتي هعمله ازاي في الكبه. هيطلع معاكي ناجح وجميل قوي، هيبقى خفيف جدا. بصي بقى هضربه في الكبه، بس مش هضرب مره واحده. هقطع في الكبه كده، اضرب ضربه واوقف، اضرب ضربه واوقف زي ما انت شايفه كده. بصي قدامك كل الخطوات هيطلع معاكي بالطريقه دي. انا كنت هنا عامله الكميه دي ما شاء الله اللهم بارك، كانت الكميه حلوه قوي بألف هنا. كان طعمه بس كده لسه ما حطيتوش في النار، كده ميه وملح بس، يعني يعتبر لسه ما طبش، يتاكل ني. ما شاء الله كان بصحه وعافيه، كان حلو قوي. هاخد برضك زي نفس الخطوه تاني اللي عملتها، هعمل كده ما بياخدش معايا اي وقت. ولو حابين اعمله لكم بالمنخل قوليلي، وانا اعمل لكم. اللي انا بعمله بطريقتين، والطريقتين احلى من بعض وبيطلعوا معايا ناجحين جدا. كده انا خلصت الكميه بحالها. تعالي بقى لطريقه التسويه. طريقه التسويه، لو ما عندكيش حله بخار، الحله اللي انتي بتعملي عليها حله الكسكسي، عندنا بنقول عليها حله بخار. لو ما عندكيش الحله بتاعه الكسكسي دي، هقولك هتجيبي حله تحطي فيها ميه تغلي، وهتجيبي مصفى بقى، اي مصفى عندك. انا عملت هنا في مصفى المكرونه. انا عندي حله كسكسي، بس انا برضو بوريكم ان انت لو ما عندكيش حله ممكن تعملي في حاجه تانية. بصي بتجيبي المناديل اللي هي بتاعه المناديل العاديه، وبتلفيها حوالين الحله. وبعد كده بترجعي ايه حاطه عليها المصفى، ومتخليش اي بخار. المهم ان ما يطلعش اي بخار من حوالين الحله من تحت. بتجيبي شاشه بيضه اللي هي زي كده، وبتحطي فيها الكميه بتاعتك كلها. هنا كده كان اول مره الكسكسي يا بنات احنا بنرده مرتين، كان قاعد معايا على النار هنا حوالي ساعه الا ربع. كل ما بتقعديه كل ما بيبقى جميل. بتعرفيه ازاي ان هو استوى معاكي؟ بيبقى لونه اصفر زي ما انت شايفه كده. انت بتحطيه بيبقى مبيض شويه لان لسه عجين. بصي بقى لما
خلاص بتحطيه في النار بيبقى لونه مصفر كده، لما بتلاقيه بقى خلاص اصفر كده بيبقى جميل معاكي. بتحطيه اول مره ساعه الا ربع، وهقول لك تاني مره هنحطه قد ايه. بنحطه حوالي نص ساعه كمان، بس مش بنرجع تاني نحطه في النار تاني. بصي اهم حاجه وهو سخن تفك الكلاكيع دي، ما تخليش في اي كلاكيع، يبقى كله يعني مساوي، يعني كله يبقى كده. بصي هنا انا فكيت على قد ما اقدر، بس انا عشان هضربه تاني في الكبه مرضتش اكمل، يعني كان سخن كنت عايزه ايه ارد تاني في الحله. هنا معايا نص كيلو لبن، ما حطيتش على اللبن اي حاجه، يعني ممكن كنت تحط يعني ربع معلقه ملح كده على الميه على اللبن. وهنا نص كيلو لبن حطيته كله على الكسكسي، ان انا رديت بيه تاني الكسكسي، رديت بيه تاني لبن، لان انتي اول مره بتعمليه بميه، تاني مره بترديه بلبن او بشوربه، بس طبعا انا ما عنديش شوربه عملته بلبن. بصي كده ضربته، شوف شكله ايه، ما شاء الله. يعني انتي لو مش حابه ترديه تاني في مره تانية ممكن تاكليه على كده، بس انا المره التانية دي بتخففه معاكي وبتخليه جميل. هنا كنت بضربه مره تانية، ما تكتريش في الكبه عشان تنضرب معاكي، وحبه بحبه صغيره كده. بصي شكل الكسكسي معايا تحفه، ما شاء الله جميل قوي بصحه وعافيه. اكبر يعني اكتر نتيجه ناجحه للكسكسي معاكي النتيجه دي. ولو زي ما قلت لكم لو انتوا عايزين نعمله لكم في المنخل قولوا لي اعمله لكم في المنخل، قولوا لي اعمله لكم مره تانية. بس هنا بيبقى الكسكسي لما بينضرب في الكبة بيبقى خفيف وجميل، وما بيتهدرش منه اي حاجه. هنا كنت هرديته كده دي المره التانية، انا سبته نص ساعه زي ما انتوا شايفين كده، انا رديته تاني. خلاص كده الكسكسي بتاعي خلاص معايا، انا خلاص كده خلصته، بس شكله بيتكلم عن نفسه. انا كده لسه ما حطيتلوش اي حاجه تاني غير اللي انا من ساعه ما عملته بالميه واللبن لما رديته. هنعمل بقى اهم خطوه بقى اللي يخليكي بقى الكسكسي بتاعك حلو، اللي هو ايه، الماده الدهنيه اللي انت هتحطيها الايدام بتاعه. إيه، سمنه على زبده. بس زي ما قلت لك برضه في نفس الكلام، احنا هنا بقى ما خليتش فيه اي كلاكيع لان خلاص كده ايه. بس انا هرده تاني في الكبه، هنا زبده على سمنه. سيحتهم وهنقلبهم بقى. حطيتي قد ايه زبده على سمنه يا أم نور لل للكسكسي اللي 2 كيلو؟ حطيت حوالي ربع كيلو سمنه وربع كيلو زبده وثلاث معالق سمنه كبار محترمين كده، يعني ما تستخسريش فيه. بصي والله العظيم الكاميرا ظالمه لون الكسكسي بتاعي، شكله حلو قوي، بس اللون والجمال ومفرفر وجميل وخفيف قوي. يعني معلقه الخل والبيكنج باودر دول خلوه معايا هوا كده، مش بتاكلي كسكسي، بتاكلي حاجه جميله كده بتدوب في بقك كده. بصي انا ضربته في الكبه كمان مره بعد ما عملته بالسمنه، طلع معايا بالجمال ده. شوفي منظر الكسكسي تحفه تحفه تحفه. يعني عايزه اقول لك هتعملي، حطيتي لي لايك بقى للكسكسي الجميل ده، طبعا اشتركوا